لما تيجي تعملي سلطه خضراء حبايب قلبي وعايزاها زي بتاعه المطاعم، جمعي 5 انواع خضروات، مثلا جرجير، مثلا بقدونس، مثلا فلفل شطه، مثلا فلفل اخضر، مثلا طماطم، مثلا خيار. المهم يبقوا 5 مكونات، ما تزوديش قوي ولا تقللي قوي عشان يبقى في تناسب. تاني نصيحة هي ان انت تحطي لها تتبيلة عبارة عن معلقة مستردة، معلقة كبيرة زيت، معلقة كبيرة توم، معلقة كبيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة كزبرة. دي لو هتعملي كمية كبيرة، اما كمية صغيرة هتقللي النسبة طبعا. طيب وتحطي اهم حاجة زيت زيتون او زيت نباتي عادي، بس يفضل زيت زيتون. طيب الزيت هنا مهمته ان هو هيمتص لي النكهات من الحاجات العطريه اللي هي زي البقدونس، زي الكزبره، زي الشبت. هيمتص لي النكهات وهيوزعها داخل الخضروات التانية زي الطماطم وزي الخيار، فبالتالي هيعلي لي التست بتاع السلطه. تالت نصيحه بقى ودي الاهم، انك تعتقيها. يعني ايه؟ يعني تسيبيها قبل الاكل بنص ساعه تتعتق مع المكونات دي، بس كده.